حتى بقى انت هتسيب له الكرة وهترجع تدافع وتركن الاتوبيس والشغل ده، مش هينفع قدام كوت ديفوار، لان انت مش هتعرف تخطف هجمه مرتده بالطريقه اللي انت بتعملها دي. لازم تعتمد على ان انت هتلاعب مصطفى محمد، لازم كل لاعب يرجع مكانه، ما ينفعش تلعب ب 2 6. لو عايز تلعب بخمسه ورا يبقى ما تلعبش ب 2 6. عايز اتكلم عن كام نقطه كده عن الكابتن حسام حسن. بدايتها كابتن حسام، هو ليه احنا بنلعب بالتشكيل ده؟ تشكيل غلط كله، تشكيل ما فيهوش اي حاجه تثبت ان انت نازل تلعب في بطوله افريقيا 98. كابتن الجوهري كان بيعمل نفس التشكيله، نفس كل حاجه، يركن سبعه ورا وثلاثه قدام الكره تلعب لهم يطلعوا يجروا، نخطف جون، كسبنا نصعد، نخطف جون نصعد لحد ما خدنا البطوله. فلو انت هتاخد البطوله كده هنبقى مبسوطين ان التامنه جت، بس مش هنبقى مبسوطين بالاداء يعني. ده مش اداء منتخب مصر، ده مش اداء اللي خلانا ناخد 2006 و8 و10 ورا بعض يعني، ده مش ده الاداء خالص. هبدا اتكلم عن اولا، هو فين فيرود صريح في الملعب؟ فين مصطفى محمد؟ انت ما بتحبه يا عم، قلت عليه ربع ما بتحبوش. فين اسامه فيصل؟ فين صلاح محسن؟ فين اي فيرود صريح بيلعب قدام؟ انت ما بتحبش مصطفى محمد، اخدته ليه من الاول؟ طيب لعبت ماتش زيمبابوي وانت مضغوط خسران واحد من زيمبابوي، فقررت ان انت تلعبه بعد ما حسيت ان انت ماتش هيروح منك. لعبته وعمل ماتش، يعني الوحيد اللي كان بيناطح وسط اللعيبه المدافعين الافارقه الاقوياء، كان بيناطح وسطهم وبيلعب. طلع من الماتش ده في اخر الماتش يعني مصاب وخفنا عليه وقلنا البطوله مش هتكمل بيه، الجهاز الطبي طمنا قال ان هو هيلعب. تاني ماتش ما لعبتوش عشان الاصابه، قلنا خلاص ماشي. تالت ماتش قلت هتلعب، هتريح كل القوام الاساسي وهتلعب كله بقوام احتياطي، لان انت خلاص ضمنت الصعود ولغايه دلوقتي ما خسرتش، فقلت ان انت هتلعب بالاحتياطي. قلنا خلاص تمام العب بالاحتياطي. طب مصطفى محمد ما بيلعبش ليه؟ عشان مصطفى محمد واخده من الاساسي. طيب واخده من الاساسي ليه في ماتش بنين تلعبوا الدقيقه 117 او 118؟ انت رايح تموته، انت بتلغي معنوياته، انت بتقول له انت جاي تلعب. لا لا لا، بص تعالى في اخر الماتش بقى تعالى نتكلم. اصل احنا مضغوطين، اصل احنا، انت طريقه لعبك كلها بتبني عرضيات لجوه. هو مين جوه بيلعب يعني؟ مين هيصد عرضياتك؟ هو انت ليه يا كابتن حسام بتلعب باثنين لعيبه في كل مركز؟ يعني بتلعب باثنين سته، حمدي فتحي ومروان عطيه، ليه؟ ليه وانت بتلعب بنين؟ يعني عملت الماتش ده قدام جنوب افريقيا وقلنا جنوب افريقيا منتخب قوي، منتخب تقيل، منتخب ان احنا لازم ندافع عليه ونلعب الهجمه المرتده، وقلنا خلاص كابتن حسام فاهم هو بيعمل ايه. ليه بقى الماتش ده بتعمل كده؟ ليه مدي بنين احساس ان هم فرقه قويه، مع احترامي البنين يعني، فرقه قويه ان هي تدافع تهاجم عليك، وانت بتدافع الماتش كله سايب لها الكره وبترجع لورا؟ ليه؟ ليه بتلعب ناحيه الشمال بثلاث لعيبه من بدايه الماتش؟ ليه بتلعب بابراهيم عادل وتريزيجيه ومرموش؟ ليه؟ يعني انت استفدت ايه لما عملت كده؟ انت ضيعت هويه المنتخب، ومره واحده تبص في نص الملعب تلاقي مرموش بيلعب، الهجمه اللي بعديها نص الملعب تريزيجيه اللي بيستلم وابراهيم عادل راح ومرموش بيضم جوه مع صلاح. وانت بتلعب 4-4-2، انت معتمد ان صلاح ومرموش اللي هم اساس الفرقه عندك، اللي انت قلت ان هم اتنين محترفين دول اساس الفرقه، انت ليه بتلعبهم؟ هم بيهد... عندهم حساسيه على الجون وبيعرفوا يهدفوا وبيعرفوا يجيبوا جوان، بس لازم يعتمدوا على مهاجم تحت، واحد بيعتمد على هالاند، واحد بيعتمد على ايزاك وكيتيكي، لعيبه مهاجمين صراحه، فاهم؟ بيعتمدوا على دول عشان يقدروا يلعبوا، يقدروا يباصوا ويلعبوا الكره تروح وتيجي بين رجليهم ويقدروا يجيبوا جوان. انما انت دلوقتي بتقتل كل ده، انت كل ده بتقتله. طب تعال نشوف تغييراتك. طيب انت ليه لعبت لما تريزيجيه اتصاب؟ طب انت محمد حمدي اتصاب، محمد حمدي اتصاب لعبت فتوح. طيب دي تغيير مركز بمركز، ودي عشان انت مضطر، وان شاء الله فتوح يركز في البطوله، لان انت خلاص مش باك ليفت غيرك، فربنا يستر ان شاء الله فتوح هيبقى قد المهمه وقدها. فبعديها ليه قررت تطلع تريزيجيه وابراهيم عادل قلنا خلاص هتصلح الدنيا؟ قمت جاي منزل امام عاشور. طب نزلت امام عاشور، امام عاشور انت المفروض ده صانع الالعاب اللي انت معتمد عليه في البطوله. انت اولا كصانع العاب في مركز في مصر، انت ما عندكش في مصر مركز صانع العاب كويس، او لعيب ان انت تقدر تعتمد عليه. حتى امام عاشور اتحرق، امام عاشور باين ان هو من اول البطوله مش قادر، لا واحد جاي من اصابه، فهو مش غلطه امام عاشور، هو جاي من اصابه، فانت قررت ان انت هتاخده معاك تلعب، خلاص تمام. لعبته اول ماتش، بعد كده طلعته اول تغيير، بعد كده بتلعبه كل فين وفين، ماتش جنوب افريقيا هديته، انت هديته حرفيا، انت ما خليتش فيه ان اللعيب قادر يدي في الملعب، لحد ما انت بعد كده نزلت اسامه فيصل عشان تريحه، فاهم؟ يعني انت نزلت اي حد عشان تخلي امام عاشور الفيرود، فعشان انت مطلوب منك واحد فتلعب باي حد. ليه انت ما اعتمدتش على حمزه عبد الكريم؟
ليه ما بصيتش تحت، بصيت على حمزه عبد الكريم؟ ليه ما بصيتش في الدوري يا عم؟ بصيتش يا عم تحت فكر؟ ليه ما بصيتش في الدوري على مروان حمدي؟ لعيب من اهم اللعيبه اللي في الدوري دلوقتي، راح البطوله العربيه كسر الدنيا، لعيب فيرود. انت ليه واخد صلاح محسن اسامه فيصل ومصطفى محمد؟ احنا اتكلمنا عليها كده كده. فاداء ما يطمنش يعني. ربنا يستر في الماتش الجاي قدام كوت ديفوار. كوت ديفوار منتخب تقيل ان انت تلعب قدامه بالطريقه دي. حتى طبعا انت هتسيب له الكرة، هترجع تدافع وتركن الاتوبيس والشغل ده، مش هينفع قدام كوت ديفوار، لان انت مش هتعرف تخطف هجمه مرتده بالطريقه اللي انت بتعملها دي. لازم تعتمد على ان انت هتلاعب مصطفى محمد، لازم كل لعيب يرجع مكانه، ما ينفعش تلعب ب 2 6. لو عايز تلعب بخمسه ورا يبقى ما تلعبش ب 2 6. يعني انت لما بتلعب ب 2 6 بتهد الدنيا في نص الملعب. انت المفروض يكون في 8 بيلعب معاك، 8 بيمشي اللعب في الملعب، بيروح وبيجي بينقل الكره يمين لما يلاقيها يمين بايظه يلاقيها شمال. وطبعا في كام حاجه عايز اتكلم عليها، اولهم زيزو اداء باهت، اداء وحش، بيضيع، ما بيلحقش يستلم. الجون بتاع ماتش بنين بسببه، مش بسبب الشناوي خالص، بسببه هو. ليه بيرجع الكره للشناوي مع ان امام عاشور فتح له ان هو يستلم الكره منه؟ بس هو لا حياه لمن تنادي. اداء رجولي من ياسر ابراهيم. انا شايف ياسر ابراهيم دلوقتي من احسن السيرد باكات، ان ما كانش احسن سيرد باك في البطوله. بيقدم اداء عالي. الشناوي برضو قعدنا نتريق عليه في البطوله 30 شوبير يقف، بس هو اثبت ان هو حارس مصر الاول. مروان عطيه وحمدي فتحي ادائهم كويس جدا، بس برضو انت مش هتعرف تركب 2 6 في ملعب واحد. فيعني ربنا يستر يا كابتن حسام في ماتش كوت ديفوار وتقدم لنا حاجه جديده. هتكلم دلوقتي بقى عن فنيات في الماتش. عايز اتكلم عن ان انت كوت ديفوار الفرقه زي ما شفنا بوركينا فاسو ركنت الاتوبيس وقعدت تدافع فاستقبلت سكور، فده يبين ان كوت ديفوار فرقه هجومها قوي بس دفاعها مش قد كده. فانت المفروض كابتن حسام مطالب منك ان انت تلاعب كل لعيب في مركزه. اولا ما تلعبش ب 2 6 او 3 شمال زي ما اتكلمنا، انت المفروض تلعب كل لعيب في مركزه. ومصطفى محمد لازم ينزل لان هم الدفاع عندهم اطوال. مصطفى محمد من المهاجمين المشاكسين اللي بينزل الملعب يقعد يزاول المدافع ده ويزاول المدافع ده، فبيبدا ان هو يخلق خطوره. انت الكورنرات اللي بتلعبها ما بتستفادش منها خالص. يعني الجون بتاع بنين ده ربنا سترها معانا من العرضيه اللي اتلعبت دي، الحارس كان على الله خالص. زيمبابوي بعد ما نزلته احتياطي لما لقيت ان انت مضغوط من زيمبابوي الله يخرب بيتك يا احمد يا مجدي. قال له والله دافع والله مش من زيمبابوي